في البداية كده أنا عايز أنوه إن اللي هيتفرج على الفيديو ومش هيعمل لايك وشير وسبسكرايب يعني أنا زعلان منه. واحد يقول لي ما تتفلق. شكرا حبيبي، كلك ذوق. بصراحة أنا مش فاكر ده الجزء الكام من السلسلة اللي أنا بشرط فيها لأصحابي. من يومين المعلم بحبح رن عليا وقال لي حكايتنا يا روايتنا. قلت له يابا عامل إيه؟ قال لي أنا واخد يوم أجازة في نص الأسبوع مخصوص وعايزك في موضوع مهم، حياة أو موت. قلت يا ساتر يا رب، يا دي ليلتك الطينة يا معلم بحبح، حكم إن أنت ما بيجيش وراك غير كل النصايب. شكرا، اتفضل. المهم شو قلت له امرا حكايتنا ايه القصه الحكايه؟ قال لي يا باشا نروح اخطب. قلت له يا راجل انت بتتكلم جد؟ الف مبروك يا بحه، ويعني عقبال ما تتدبس وتتجوز يا رب. قال لي طب ادعي لي بقى ومش عارف ايه وانا عايزك تيجي معايا. قلت له جاي معاك فين يابا؟ ان شاء الله لما تعمل خطوبه وبتاع اكيد هاجي يا باشا، وهنرقص وهنهيص وهنجيب ستاير والرجاله وهتيجي ما تقلقش. قال لي لا انت هتيجي معانا وانا بخطب، انا بعتبرك زي اخويا، وكمان الواد ستاير جاي معانا، الحاج ابويا بقى انت فاهم راجل كبير وعظمه كبيره وتعبان والقصه، فانا واخدك انت وستار الاول نتعرف عشان لو اترفضت واخد بالك انت ازاي ما مرمطش اهلي معايا. قلت له لا فهمني عشان افهم. قال لي يعني باختصار انا هاخدكم على انكم اخواتي ونروح نفتح الكلام. ماشي مش ماشي ولا اكننا عملنا اي حاجه. قلت له الله برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي. يا عم ربنا يسهل لك واعتبرني تحت امرك. اللي انت هتشوفه ده دلوقتي كان منظر عيلة العروسة اللي بحبح رايح يخطبها، وبحبح ما كانش طايق نفسه. اقعد يا عم العرب هنا، اقعد يا عم، ده ايه الخنقه دي؟ اعوذ بالله، اقعد يا عم انت وهو، اقعد. ليه؟ المهم يعني بحبح نغز الولا ستاير وقال له ستاير ما تبقاش فالنا فاضيه قاعده في القعده كده، امال انا جايبك ليه؟ ما تتكلم يا اسطى، قول اي حاجه. ويا ريت بحبح ما عمل كده، لان لما ستاير اتكلم ده كان منظر كلامه. احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سميرة اربس، وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستأذن ساعات من حضرتك. نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تجي يبقى 9 يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك، شكبه وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم ايه يا عم ايه اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثة قديمة. حادثة قديمة؟ سحبوه من تحت الديجو ولا ايه؟ معلش يا ريم، استحملوا عشان